ننتقل إلى الحكم الثاني وهو الإخفاء. الإخفاء كما نرى على اللوحة لغة، إذا قالت العرب أخفيت الشيء ما معنى؟ سترته. إذن المعنى اللغوي للإخفاء هو الستر، واصطلاحا هو نطق بحرف، هكذا عرفه علماء التجويد، قالوا الإخفاء هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. نعيد وأرجو أن تنتبهوا كم مقطع التعريف. نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. هذا التعريف فيه كما نرى عدة جمل، نريد أن نعود إليها جملة جملة، ولكن بعد الفاصل، فانتظرونا بارك الله فيكم. الحكم الثاني كما ذكرنا قبل الفاصل الإخفاء، وقلنا بأن الإخفاء في اللغة الستر، العرب إذا قالت أخفيت الشيء يعني سترته، واصطلاحا كما نرى على اللوحة هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. تأملوا هذا التعريف بارك الله فيكم، تجدون بأن فيه عبارات. العبارة الأولى الإخفاء هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام. لما أقول أنا عن شيء هو بين كذا وبين كذا، ماذا أعني؟ أعني أن هذا الشيء الوسط الذي هو بين هذا وذاك يشبه الأول ويخالفه، ويشبه الثاني ويخالفه. هذا معنى قولهم بصفة بين الإظهار والإدغام. لما تكلمنا عن الحكم الأول للميم قلنا بأن الحرفان المخرج يرتفع ارتفاع واحد عن الميمين، لكما. هذه أهم صفة في الإدغام، أن الحرفين، أن المخرج يرتفع عن الحرفين ارتفاعة واحدة. لما يأتينا مثلا ميم ساكنة بعدها باء، وهو الحرف الذي تخفى عنده الميم. الميم تخفى عند الباء فقط إذا أتى ميم ساكنة وبعدها باء، كقوله تعالى ترميهم بحجارة. ترميهم بحجارة، الأصل أن يكون نطقي هكذا، انظروا إلى فمي، ترميهم بحجارة، ترميهم بحجارة، يعني أطبق شفتي للميم ثم أعود فأطبقهما مرة أخرى لمين؟ للباء، فيصير النطق ارتفاعتين، ترميهم بحجارة. فبدلا من هذا العمل المعقد أن ترتفع الشفتان مرتين عن حرفين كلاهما من الشفتين، الميم من الشفتين والباء من الشفتين، فبدلا من هذا العمل المزدوج كانت العرب إذا نطقوا الميم الساكنة وبعدها باء أطبقوا الشفتين على الميم وجافوهما عن باء، بدل أن يقولوا ترميهم ب، انظروا إلى يدي، هم بي، أو انظروا إلى شفتي، ترميهم ب، يقولون ترميهم بي، فأطبقوا الشفتين على ميم وباعدوهما وجافوهما عن باء. هنا سؤال، لما أطبقنا على ميم وجافينا عن باء، هل تحولت الميم إلى باء؟ يعني هل صار النطق بباء مشددة؟ هل قلت ترميهب بحجارة؟ لو قلت ترميهب بحجارة فإنني حينئذ أكون قد أدغمت الميم في الباء، وهذا لا يفعله أحد. هل قلت ترميهم بحجارة فرفعت شفتي مرتين، مرة عن الميم ومرة عن الباء، هذا لم يفعله أحد. لو فعلته لكان هذا العمل إظهارا. إذن لما يقول أئمتنا بصفة بين الإظهار والإدغام، يعني أنها تشبه الإظهار من جانب وتخالفه، وتشبه الإدغام من جانب وتخالفه. لما أقول أنا ترميهم بي، انظروا، ترميهم بي، صوت الميم هم بي
مستقل تمام الاستقلال عن صوت الباء. هم هذه ميم، بي هذه باء، الميم ميم والباء باء، إذن هذا يشبه الإظهار. ولما أجعل الميم والباء يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة فأطبق على ميم وأجافي عن باء، هذا يشبه الإدغام، لأن من شرط الإدغام أن يرتفع المخرج عن الحرفين ارتفاعة واحدة. إذن الإخفاء فيه شبه بالإظهار من حيث إن صوت الميم مستقل تمام الاستقلال عن صوت الباء، وفيه شبه بالإدغام من حيث إن المخرج يرتفع عن الميم وعن الباء ارتفاعة واحدة مشبها الإدغام، ولكنه أيضا مخالف له لأن الميم لم تتحول إلى باء. هل أدركنا معنى قول أئمتنا في تعريف الإخفاء بصفة بين الإظهار والإدغام؟ وكيف أن الإخفاء يشبه الإظهار باستقلال الصوتين، صوت الميم والباء، ويخالفه لأنه ارتفاع واحدة، ويشبه الإدغام لأنه ارتفاع واحدة، ويخالفه لأن صوت الميم ما زال موجودا مستقلا عن صوت الباء. هذا معنى قولهم بصفة بين الإظهار والإدغام. سأعود إلى هذا بعد قليل في جدول يوضح هذا ويجلي خفيه بإذن الله. بقي من التعريف قولهم عار عن التشديد. التشديد أيها الإخوة أن يتحول صوت الأول إلى صوت الثاني، أن يتحول صوت الأول إلى صوت الثاني. لو أدغمت الميم في الباء فقلت ترميهم بحجارة لما كان كلمة عار عن التشديد معنى. إذن كلمة عار عن التشديد أخرجت ترميهم بحجارة، هذا لا يفعله أحد أبدا. عار عن التشديد يعني لا دمج بين صوت الميم وبين صوت الباء. الأمر الثالث مع بقاء الغنة في الحرف الأول. من هو الحرف الأول؟ الميم. فلما أقول ترميهم، هل سمعتم صوت الغنة؟ بقي مستمرا مع الميم، والميم هي الحرف الأول. فلما أقول بي هذه الباء لا غنة فيها، ولو كان فيها غنة لقلت ترميهم بي، هل سمعتم باء معها غنة؟ هذا لا يفعله أحد أبدا. إذن أئمتنا جزاهم الله عنا خيرا ضبطوا لنا نطق الإخفاء بهذا التعريف ضبطا يعني جامعا مانعا، وصف حقيقة الإخفاء وصفا دقيقا، وأخرج كل الصور التي يمكن أن تخطر على البال والتي ليست من حقيقة الإخفاء. أعيد تعريفه: الإخفاء هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد يعني لا قلب فيه، لا قلب للميم لتصبح باء مشددة، مع بقاء الغنة في الحرف الأول يعني لا غنة مع الباء، الباء التي بعد الميم باء مجردة من الغنة. هذا معنى تعريف الإخفاء. نرى ذلك على اللوحة مرة ثانية ثم ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك والتي تبين الإخفاء عند الميم. نرى على اللوحة الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة: الإخفاء. تخفى الميم الساكنة بغنة إذا أتى بعدها حرف واحد وهو الباء، نحو ترميهم بحجارة وما هم بمؤمنين. إذن نطبق الشفتين على ميم ونباعدهما عن باء. أعيد الأمثلة: ترميهم بحجارة وما هم بمؤمنين. نرى على يسار اللوحة صورة تبين لنا شكل الشفتين عند نطق الميم المخفى، وقد كتب تحتها: ويكون يعني الإخفاء بانطباقهما على بعضهما دون مجافاة يعني مباعدة يعني فرجة، ولا كز. الكز هو الضغط الشديد، الكز هو الضغط الشديد.